ديالي باش نظاهروا ضد هذا الدستور هذا. مشروع الدستور المقدم هو دستور استبدادي. انا عرفت علاش غادي نصوتوا له، غيقطعوا لي راسي نمشي نصوت عليه، ماشي تصويت هذا. لا ثم لا لهذا الدستور الجديد. هؤلاء الذين يتظاهرون الآن هم شرفاء هذا الوطن. كون بان للشعب المغربي بان الدستور كيدبي المطالب ديالو، كون كاع ما كنشوفوا هذا الانزال وهذا الخروج. فهذا الصوت الشعب يقول لا للدستور الممنوح، نعم للحرية، نعم للكرامة، نعم للعدالة الاجتماعية. حنايا ما مفكينش وحنا ما مصوتينش وحنا ما يبقاش يضحك علينا، لانه الشعب المغربي وعى وعرف عرف شنو عليه وشنو خصو يدار. الشعب يرفض دستور العبيد، الشعب يرفض دستور العبيد. جميع المتظاهرون يرفضون هذا الدستور ويطالبون بدستور ديمقراطي يحقق حق الشعب المغربي في تقرير مصيره وحق الشعب المغربي في حكم نفسه بنفسه، وليس حكم مستبد للشعب المغربي. وبالتالي لا يجب أن ينتظر أحد أننا سننساق وراء العطل، فهذه السنة ليست لنا عطلة، هذه السنة هي سنة نضالية، وسنواصل المعركة إلى أن تتحقق أهداف حركة 20 فبراير. جيت حتى لحقاش هاد الدستور ماشي شي دستور حقاني، دستور زوير. كون غيعطيونا دستور خصنا المواطنين ما يشوفوا ديك الورقه ديال الدستور، ماشي يدوروا بعضياتهم ويقول لك هاد الدستور غدا نمشيو نصوتوا عليه. انا عرفت هاد البلطاجه اللي دايرين راه ديال الفلوس اللي خارجين، راه اصحاب الفلوس. انا مواطنه من حقي ندافع على المبادئ ديالي. هذا صوت الشعب المغربي المقاطع للاستفتاء على الدستور الممنوح المفروض على الشعب. وكما نرى اليوم بلطجة في لأعداد محدودة تحاول التعكير على صوت الشعب المغربي المناهض لهذا الدستور الممنوح. حركة 20 فبراير ومع كل الشعب المغربي اليوم تقول لا للدستور الممنوح وتدعو الشعب إلى مقاطعة هذه المهزلة التاريخية. هذه فضيحة لهذا النظام المخزني الذي يريد أن يفرض هذا الدستور على الشعب. فهذا ندعيو الناس انهم يقاطعوا هذا الدستور لانه اولا ماشي شعبي ممنوح، وثانيا حيث ما كيتستجبش المطالب ديالنا. كيقول لك المغرب ملكيه دستوريه وبرلمانيه، هو لا يمت للملكيه البرلمانيه بصله، اذ الملك يعني زاد قوى وعزز السلطات اللي هي ديجا كانت عنده. أنا كمواطنة من حقي نخرج نعبر على موقفي كيف ما الناس اللي خارجين تعبروا على موقفهم بنعم في كامل حرية، بل أكثر من ذلك تحت الرعاية وتحت الحماية ديال المخزن، في حين باش نخرج أنا نعبر على موقفي الرافض لما الدستور ولما جاء به جملة وتفصيلا ما عنديش الحق، وأعاني وأجد صعوبة في تبليغ الرأي ديالي. وهذه تباشير قالوا
دستور حريات يعني نتحدث، وعن أي دستور مساواة نتحدث. البلطجيات كيحاصرونا، ولهذا خرجنا باش نعتصموا هنا، غادي نبقاو جالسين هنا.